في 4 أبريل عام 1916 ولدت في ولاية البليدة الجزائرية الفنانة التي ستظل تذكر في تاريخ المسرح الجزائري كلثوم، التي حملت اسمها الفني بعد أن كانت تعرف باسم عائشة عجوري. منذ طفولتها كانت تملك طاقة وحضورا فنيا استثنائيا، لكن لم يكن أحد يعلم أن حياتها ستأخذها إلى مسار فني سيخلد في ذاكرة. اكتشافها كان على يد المسرحي الشهير محي الدين بشطرزي في عام 1935، حين كان يعاني من نقص في العنصر النسائي في فرقته المسرحية. كانت فرصتها الأولى في مسرحية زواج بالهاتف، وكانت تلك البداية فقط في مشوار طويل من التميز والإبداع، حيث تقمصت أدوارا تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا، وقدمت نفسها كواحدة من أبرز المبدعات في الساحة. مرت السنوات وتوالت الأدوار الكبيرة التي جعلت اسم كلثوم مرتبطا بشكل أساسي بالأدوار النسائية الكبرى في المسرح الجزائري. الید محی الدین بشتارزی و رشید قسنطینی و حبیب رضا طالقت في مسرحيات عديد مثل أبناء الغصب، حسان تیرو و بنادق امکرار. كما أبدعت في تقديم أدوار عميقة مثل دور ديدمون في مسرحية عطيل التي استلهمت من مسرحية شيكسبير. لكن مسيرتها لم تخلو من التحديات. في عام 1951 تعرضت كلثوم لنوبة عصبية، مما أبعدها عن الفن لفترة طويلة، فابتعدت إلى بيتها في بولوغين. لكن الفنانة القوية لم تلبث أن عادت إلى المسرح بعد عام واحد، مدعمة من قبل فرق بشطرزي، وجعلت من عودتها حدثا مهما، حيث جسدت في تلك الفترة أدوارا كبيرة عكست معاناة الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسي. أما في السينما فقد كانت كلثوم قد شاركت في فيلم الماني في عام 1945، لكن مشوارها السينمائي الحقيقي بدأ في عام 1966 مع فيلم ريح الأوراس للمخرج محمد الخضر حمينة، حيث جسدت دور الأم الجزائرية التي تبحث عن ابنها المفقود في سنوات الاحتلال الفرنسي. كان هذا الدور محطة هامة في تاريخ السينما الجزائرية، حيث برعت كلثوم في تجسيد معاناة النساء الجزائريات. في عام 1967 وجهت الدعوة لأول مرة لامرأة عربية للمشاركة في مهرجان كان، وكانت كلثوم هي التي خطت على السجادة الحمراء لتثبت للعالم أن الفن الجزائري قادر على الوصول إلى آفاق العالمية.